عاوزه اجيبه بجيبه، واللي عاوزه اعمله بعمله. ابن عمي ده عنده شركه كويسه جدا وقادر ان هو يعيشني في نفس المستوى والليفل اللي انا عايزني. شقه في كومباوند معروف جدا وليه اسمه وليه سمعته، عارف ان انا بحب ايه ومش بحب ايه. بس لقيته عامل الفرح بالطريقه البلدي، يعني طبل وزمر ورقص بالخيل وحاجات بلدي قوي كده. وانا بصراحه لا ايه ده، طبعا اتضايقت وقلت له ايه اللي انت عامله؟ قال لي يا حبيبتي يعني عادي عشان نفرح اهالينا وحبايبنا، هم بيحبوا كده. بعد بقى ما اتجوزت كانت هنا المشكله، كانت هنا فعلا المأساة اللي انا جايه عشان احكي لك عليها واقول لك فعلا تقولي لي اعمل ايه. فاجئت انه ابن عمي وجوزي اللي انا اتجوزته ده ان هو بصراحه بمجرد ما بيدخل عليا من الباب الشقه زي ما بيقلع بدلته زي ما بيقلع شخصيته بره. شخصيه وجوه بقى في البيت عندي شخصيه تانيه خالص. اتفاجئت ان البيت جايب لي بدل رقص وجايب لي جلاليب بلدي ومناديل اسمها ايه مش عارفه، جايب لي بقى حاجات كده وطرح بترتر كتير وجلاليب فيها ترتر كتير، ومصمم يقول لي لا انا كيفي كده ومزاجي كده. واللي غطى على كل دوت بقى واللي حصل بعد كده بصراحه وانا مش قادره برضه استوعبه. لقيت البيت جايب شيشه وبيقول لي حطي لي فحم على النار، عايزني البس الحاجات اللي هو جايبها دي وارقصي لي، ولا النهارده البسي لي المنديل ابو قويه ده والبسي لي البتاع اللي بترتر ده، لا النهارده انا عايز بدله الرقص الفلانيه. انا مش كده، انا واحده فوق، انا ما اقدرش اعمل له اللي هو بيطلبه ده كتير جدا. فهمته وقلت له يا حبيبي انت مش جايب واحده من الشارع، انت مش جايب واحده من الفلاحين ولا من الزريبه عشان تقول لها ايه اللي انت بتعمله ده مش مستوايا ابدا. وانا ولا عامل الحاجات دي، انا برستيجي ما يسمحليش. انا مش مترطيه جدا بيني وبين جوزي، بيني وبين الشخص اللي انا كنت معتقده ان هو فعلا هيبقى فكره قريب من فكري. انما يقول لي احنا سهرانين في البيت وحطي لي فحمتين على النار واعملي لي القعده وتعالي ارقصي لي والبسي ده والبسي ابويا وحبه، لكن عايزه يغير كل ده. عايزه طول الوقت كده اشوفه بحبه، اشوفه ببدلته، اشوفه ببرستيجه في العادي. افضلك تقولي فعلا اعمل ايه واتصرف ازاي، لانه انا قلت له اني هبعت المشكله لحضرتك وهو هيشوف التعليقات وزي ما حضرتك هتقولي هو حلف ان هو هينفذ وهيعمل. فمن فضلك انا هقول لها حاجه وهقول لجوزها اللي هو هيتابع برضه معاها كلمتين. بصي حبيبه قلبي، اول حاجه هو اللي جوزك بيعمله ده عادي. في رجاله كتير جدا بترتاح في الجلاليب البلدي او الجلابيه الصعيدي، يا محلاها مفيش احلى من كده. يعني ايه المشكله؟ البنات ايه المشكله لما جوزك يكون بيحب يشرب الشيشه في البيت؟ مش دنيا موكوسه يا هبله يا عبيطه، ما يروح يشربها بره مع واحده ثانيه. ايه مشكلتك لو ده هيسعد زوجك ان احنا نعمله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله لما اعمل لجوزي الحاجه اللي بتبسطه وبسطه في بيته احسن ما يدور على سعادته وانبساطه بره؟ يبقى انا اعمل ده ولا ما اعملش ده؟ يعني انت معاكي زوج كويس محترم ابن ناس ميسور الحال مستوى ده ولا عيب خدي بالك ولا حرام. اول حاجه انت بتلبسي بدله الرقص في بيتك لجوزك وبترقصي له، مفيش حاجه. جايب لك جلاليب بنات قلت حبيبتي البسي نفسي اشوف دي عليها، البسي المنديل ابو قويه ده هيبقى قمر عليه. ايه المشكله لما نعمل جو كده مع بعض ونقيس ونرقص ونهيص ونفرح بشباب؟ ايه يعني لما تعيشي دور رؤى؟ اكيد حضرتك شوفتي رؤى ولا انت كنتي في الامارات ما بيعملوش رؤى؟ فيلم بتاع نوره، ايه المشكله لما تبقي رؤى وهو يبقى نور الشريف؟ يا ستي شوفتي رؤى كانت بتعمل ايه مع نور الشريف؟ انا عايزاكي رؤى بقى مع جوزك، هتاخدي قلبه، هتاخدي حياته، هتاخدي تفكيره. ايه المشكله لما نبقى فعلا كل ست فينا تبقى رؤى لجوزها؟ شوفي هاتي الفيلم ده واقعدي كده واتفرجي عليه واعملي زي ما هي كانت بتعمل بالظبط. ايه مشكلتك؟ اعتقد ده كان فيلم العمر، هاتيه واتفرجي وشوفي كانت بتعامل نور الشريف ازاي، هتنجحي جدا في حياتك.
لو كل ست وكل زوجه عملت زي رؤى ما كانت بتعمل، صدقوني يا جماعه هنبقى في حته ثانيه خالص، ومفيش في دفء في كل الحاجات دي. فانا بقول لك انت بقى مش انت لازم تسمعي جوزك في الحته دي، ولازم تعملي اللي هو عاوزه واللي نفسه فيه بدل ما يروح يدور عليه بره. العيب هنا والمشكله فيكي انت مش فيه هو ابدا. هو ما طلبش منك حاجه صعبه، ولا انا شايفه ان ده شاذ ابدا، وده كان رايي في مشكلتك. من فضلكم بقى يا جماعه يا ريت فعلا كلنا نقول راينا في المشكله دي، ومحدش يبخل عليها ابدا باي نصيحه، لان جوزها هيتابع التعليقات وهو كمان يعني هيسمع الكلام وهينفذ، لان هم شرطوا على بعض كده. زي ما البعين هيقولوا هياخدوا براي الاغلبيه، واللي هيتقال هو اللي هيمشي وهيسري على الزوج وعلى الزوجه. فيا ريت كلنا